30 وسط الملعب هارون احمد عزرة، وكرة خطيرة الان، خطرة داخل منطقة الجزاء، ابعدها المدافع الى خارج الملعب. هارون احمد 10، اليو ادم 26، امجد عطوان 14، وايفان اهين ديشبوي بالرقم 20، وسيفو ميبولي بالرقم 23، شيرزو تيميروف بالرقم 9. اما غازي الشمال يبدو ما اجرى اي تغيير الان، وبعد سنذكر تشكيله فريق غازي الشمال. كره ملعوبه بالراس، خطيره، خطره الله، ابعدها المدافع، برافو، ينقذ مرمى غازي الشمال مبكرا في مطلع شوط المباراه الثاني من كره خطيره، كره ترتد الى خارج الملعب الى رميه جانبيه. اول الكرات الخطيره هذا هو ريباز رحيم، بالسلامة إن شاء الله. تشكيلة فريق غازي الشمال مؤلفة. شوف بالإعادة الكرة الخطيرة، كان دفع من تيميروف وأبعدها اللاعب بيسمار سانشيز. علي كاظم بحراسة المرمى، مجتبى علي وبيسمار في عمق الدفاع 5، وبالرقم 3 اللاعب بيسمار. على اليمين القائد عبد المهيمن عبد الله، وعلى الشمال ريباز رحيم. وسط الملعب علي ميركا وسواليا أوتارا، وعبد الرحمن محمد 99، شيروان كردستان 7، وفي خط الهجوم الثنائي رضا فاضل بالرقم 10 وجوزيف إيسو بالرقم 82. كرة وسط الملعب، اليو ادم، طالت الكرة تذهب الان لمصلحة نادي غازي الشمال. وسط الملعب ملعوبة الكرة من اللاعب جوزيف، ترتد بالراس، مقطوعة الكرة، اليو ادم تذهب الى مصطفى محمد معا بالرأس من جديد، كرة مقطوعة، هجمة الآن لمصلحة نادي زاخو. أمجد عطوان يحاول يمر، أمجد، وكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة غازي الشمال. هذا هو اللاعب مجتبى علي، 10 مباريات أساسي أو 15 مباريات أساسي و9 بديل و4 بطاقات صفراء، وطرد أمام أربيل، لاعب نادي الميناء السابق. تلعب الكرة الآن برا الملعب لا رمية جانبية لمصلحة غازي الشمال. غازي الشمال الوافد الجديد اللي صمد في شوط المباراة الأول أمام نادي زاخو. زاخو لم يظهر بمستوى ما كان متوقع له. هذا عبد المهيمن عبد الله، تلعب الرمية الجانبية من عبد المهيمن بالرأس، مقطوعة من مصطفى، تعود الكرة، محاولة تشتت الكرة. أمجد عطوان، تيميروف، خلفية إلى أمجد، كرة جميلة، أمجد يحاول يمر، ضاغط عليه عبد المهيمن، بينه وبين أمجد عبد المهيمن بينه وبين الخبرة والشباب، والتالي خطأ لمصلحة نادي غازي الشمال. ركلة حرة لمصلحة أسود الشمال. ركلة حرة لمصلحة أسود الشمال. خاض 3 مباريات إعدادية، عادل الموصل بدون أهداف، أربيل بدون أهداف، وفاز على ديالى بهدفين. اليو آدم، هارون أحمد، حلوة ملعوبة إلى ميبولي، عرقلة واضحة وصافرة، وركلة حرة لزاخو. زاخو عسكر في تركيا، فاز على مانجان 4-0، خسر من إيطاليا 0-3، ومن ميدا بهدف واحد. كرة عادل بالرأس، محمد غالب، شيفان جميل، كرة عادل، رضا، علي ميركا، عبد المهيمن أو عبد الرحمن محمد. هناك خطأ، لاعب من لاعبي نادي غازي الشمال اللي هو الغاني جوزيف إيسو. هذا هو الفرنسي لورا بانيد، درب ام بصلال، الخور، الخريطيات، الظفرة، الوصل، النصر، الكويت، اولدهام، وسيدات موناكو، ودرب موناكو ايضا. كرة تعود من جديد، سريعة اللعب. عبد المهيمن
بالرأس تبعد الكرة، عادت من جديد وسط الملعب. جوزيف إيسو، عبد الرحمن محمد، رضا، محمد غالب يشتتها، ومرة أخرى من اللاعب علي ميركا. أورينيو، شيفان، مصطفى، كرة طويلة، تنقطع. دفع بأورينيو إلى الأمام وزج بمصطفى محمد معا كظهير أيسر. حكم يطلب من اللاعبين التهدئة. شوفها بالإعادة. أورينيو، كرة مشتركة مع عبد الرحمن محمد. ركلة حرة لمصلحة نادي زاخو. شيفان على التنفيذ. شيفان جميل. أورينيو، إليو آدم، محمد غالب، مصطفى سعدون. كرة عادت إلى محمد غالب، تتمرر إلى شيفان جميل. إليو آدم استقبل الكرة، نقل كرات بأقدام لاعبي نادي زاخو في محاولة لسحب لاعبي نادي غازي الشمال إلى الأمام. شيفان جميل، إليو آدم، مصطفى مندفع إلى الأمام. أورينيو، إليو آدم، ميبولي، أبعد اللاعب رقم 20 إيفان، وزد بمصطفى محمد معه. كرة عادت إلى إليو آدم وتنقطع من أمام ميبولي. ميبولي يحاول، سيفو ميبولي تعود إلى مصطفى محمد معا، يحاول تلعب الكرة بينية خطيرة إلى أمجد. أمجد يحاول الآن، أمجد يعيد الكرة إلى مصطفى محمد معا، ممكن يحاول تحويلها وكرة ترتطم بعبد الرحمن وتمر إلى ركنية لمصلحة نادي زاخو. زاخو أفضل، أكثر انتشار واستحواذ على الكرة، لكن شوف أرضية الملعب تكرر في شوط المباراة الثاني. يعني هذا الجمهور الرائع كان أحرى بإدارة زاخو أن كان عدة فترة. على كل حال أمجد على التنفيذ، عالية الكرة بالرأس، تبعد من رضا، تعود بالرأس من مصطفى، خروج حاسم من علي، أبعدها اللاعب عبد الرحمن محمد. ضغط عالي واضح من لاعبي نادي زاخو. كرة عادت لمصلحة نادي زاخو. هارون يلعب الكرة لإليو آدم. إليو، أورينيو، سحب كان. على كل حال الحكم هو قريب صاحب القرار الأول والأخير. إليو آدم، عادت الكرة إلى هارون. هارون إلى محمد غالب. محمد غالب يعيد الكرة، تذهب إلى شيفان. محمد غالب مثل منتخب شباب العراق. كرة عادت، تلعب الكرة من سوالي أوتارا، توقع من مصطفى، حاول من واو بيس مارك سانشيز يبعثها إلى ركنية. بيس مارك سانشيز أبعثها إلى ركنية الإكوادور. ركنية أخرى لمصلحة زاخو. زاخو ضاغط، تلعب على أرضك وأمام جماهيرك والناس كلها معولة عليك أن تكون من الفرق المنافسة، تلعب مع وافد جديد. أورينيو، صامد فريق غازي الشمال يقدم مباراة جيدة. عالية الكرة ملعوبة، مصطفى محمد، وعالية برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. طبعا الموسم الماضي لعب مع الطلبة 14 مباراة، مباراتين بديل، بطاقتين صفراء، وصنع فرصتين تمييز. شوف مصطفى محمد معا يلعب الكرة بالرأس، تمر من
فوق العارض. هذه ثاني كرة خطيرة لفريق نادي زاخو. زاخو قريب من التسجيل مع تراجع لاعبي نادي غازي الشمال. كرة اللعب، محاولة عند اللاعب إيسو، جوزيف إيسو يهيئ الكرة إلى الظهير أو إلى عبد الرحمن. تذهب الكرة من جديد إلى علي ميركا. عبد الرحمن محمد يحاول يعدى إلى علي ميركا. ميركا داخل منطقة نزاع، كرة خطيرة يخلصها حارس المرمى واردة إلى خارج الملعب إلى ركلة. أخطر الكرات لفريق نادي غازي الشمال، أخطر كرات غازي الشمال، والهجمة الوحيدة الخطرة على مرمى الحارس عماد محسن. ركلة مرمى الآن، شوفها بالإعادة بمجهود رائع من علي ميركا، ارتدت من الحارس رضا يلعبها خلفية إلى الخارج إلى ركلة مرمى لأبناء الخاوة. أول تهديد مباشر للاعبي نادي غازي الشمال. غازي الشمال سيواجه في الجولة الثانية نادي الكهرباء على أرضه ملعب نوروز، بينما زاخو سيغادر إلى البصرة لملاقاة الميدان. محمد غالب، مصطفى سعدون، جوزيف إيسو، رمي التماس، رمية جانبية لمصلحة زاخو. حسب الحكم لمصلحة غازي الشمال. هل هناك خطأ؟ رمية جانبية. سواليو أوتارا. شوف حكم اللقاء، قرار الحكم. هناك خطأ. رمية جانبية لمصلحة نادي زاخو. تلعب مصطفى من جديد بالرأس مقطوعة. مصطفى تنقطع، رضا يلعبها، كرة خطيرة، محاولة هجمة الآن، تلعب عرضية خطيرة وبالرأس من شيفان. تعود الكرة من جديد. هناك احتكاك وخطأ وركلة حرة لمصلحة زاخو. بالسلامة لشيفان جميل. شيفان جميل لاعب اللعب 16 مباراة الموسم الماضي، 8 أساسي و8 بديل، ونال 3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء في مباراة الزرقاء. ركلة حرة لمصلحة زاخو. نلعب بدقيقة 58، دخلنا الدقيقة 59، والتعادل ما زال يخيم على أجواء هذا اللقاء، التعادل السلبي بين زاخو وضيفه الوافد الجديد غازي الشمال. أذكر من جديد الأحبة المشاهدين، تجري الآن في نفس الوقت مباراة ديالة مع الطلبة اللي تقدم من خلالها الطلبة بهدف أول. الزوراء مع الميناء عند 9، والقرمة مع الموصل عند الساعة 9. ويوم غد دهوك يواجه الغراف، وأربيل الكهرباء، والشرطة كربلاء. إذا راح نشوف تغييرين، راح نشوف سجاد حسن يدخل بدلا من عبد الرحمن، وباقر عطوان الوافد من الموصل أيضا سيدخل. هنا الملاحظة، التغيير خلال 10 ثواني. إذا تأخر راح يعاقب اللاعب بدقيقة. الدقيقة تحتسب من انطلاق صافرة الحكم، وما ممكن أن تكتمل الدقيقة إلا بتوقف المباراة. يعني ممكن اللاعب يطول 3 دقائق يلا يدخل، إلا أن تتوقف المباراة يدخل اللاعب المعاقب دقيقة. يعني الآن لو 3 تغييرات، لو تغييرين على آخر لاعب تحتسب 10 ثواني. إذن شيروان يترك الملعب، راح يدخل باقر عطوان مواجهة مع شقيقة، وسجاد حسن يدخل. إذن سجاد يدخل بدلا من شيروان. نشوف باقر عطوان بدلا من سيدخل. إذن رضا فاضل يترك الملعب، رضا يترك الملعب ويدخل باقر عطوان.
ساعة بالتمام من عمر اللقاء. شيفان يعود إلى أرض الملعب أيضا. ركلة مرمى لمصلحة زاخو. دخل باقر عطوان، وباقر عطوان قادم من الموصل لعب للحدود وكربلاء. 17 مباراة أساسي، 15 بديل وأربع بطاقات صفراء الموسم الماضي. يدخل الآن كبديل بدلا من رضا فا. رضا تعرض للإصابة بالسلامة إن شاء الله. إليو آدم، مصطفى، شيفان، إليو، محمد غالب، عادت إلى شيفان جميل، مصطفى محمد معان، محمد علي عبود في طريقه للدخول. كرة تبعد من البديل سجاد حسن، لعب خطر وأول بطاقة صفراء في ملعب المباراة. طبعا زاخو أكثر فريق نال بطاقات حمراء الموسم الماضي، 15 بطاقة و99 بطاقة صفراء، وهذه أول بطاقة. وعندنا الموسم الماضي 1894 بطاقة صفراء و132 بطاقة حمراء. هذه أول بطاقة صفراء اللي هارون أحمد. أول بطاقة صفراء لهارون أحمد. ركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. حكم تمركز السليم دائما أمامي قريب على الكرات. محمد علي عبود أيضا يدخل ويخرج اللاعب سيفو ميبول. سيفو ميبول يترك الملعب ويدخل محمد علي عبود. ومحمد علي عبود الموسم الماضي 25 أساسي، 6 بديل، 7 بطاقات صفراء، وسجل في شباك ديالا. كرة مرت، شيفان، مصطفى، أو هذا اللاعب هارون. إليو آدم، مصطفى، إليو، مرة أخرى تعود إلى محمد غالب. شيفان جميل، كرة عادت من جديد وسط الملعب. محمد علي عبود، محمد غالب، إليو آدم، تعود إلى محمد. زيد الكثافة العددية في منطقة الوسط. وأمجد خلفية برافو بن عبد المهيمن إلى خارج الملعب رمية جانبية. هذا هو القائد. كرة عادت إلى شيفان جميل، محمد غالب، مرت إلى إليو آدم. إليو يحاول ضغط عالي واضح من لاعبي نادي زاخو. أورينيو يعيد الكرة إلى شيفان. تذهب الكرة إلى هارون وسط الملعب. هارون يمررها إلى محمد علي عبود. محمد يلعب كرة طويلة إلى تيمروف، وخروج حاسم من علي خالد. 65 دقيقة وما زلنا نبحث عن هدف في هذه المباراة. كرة مرت إلى سجاد. أوتار تطلب الحكم إسقاط كرة الآن. أوتارا، سجاد حسن، عادت الكرة. بيسمر، مجتبى يلعب الكرة. خطأ لمصلحة نادي غازي الشمال، خطأ ضد شيفان جميل من منتصف الملعب. علي ميركا واحد من اللاعبين الشباب اللي زجبي اليوم معتمد عليه كلاعب ارتكاز. ممكن نشوف
شعبان محمود. ممكن نشوف يعقوب ديمبلي في الوقت القادم. عبد المهيمن، مصطفى يتركها الى ركله مرمى لمصلحه زاخو. الوقت يمر صعب على زاخو، مباراة دائما الاولى صعبه على الفريقين. كرة لشيفان جميل، هارون الى اليو ادم، محمد علي عبود لف ودار الى شيفان جميل، محمد، هارون، اليو ادم، مصطفى سعدون المندفع الى الامام يحاول يمر الان. مصطفى يحاول وداخل المدافع ريباز. عادت الكرة الى محمد علي عبود، بينية حلوة، اليو ادم داخل منطقة الجزاء والكرة طالت الى ركلتنا. دخول رائع من اليو ادم، لكن الكرة مرت الى خارج الملعب الى ركلتنا. ركلة مرمى لمصلحة غازي الشمال. 67 دقيقة. شوفها بالإعادة، ما بها تسلل، لكن شوف كرة مرت إلى الخارج إلى ركلة. كرة برع جوزيف إيسو، حاول كرة خطيرة، ممكن يسدد يلعبها، خطرة هذه لا سجاد، سجاد يتعثر وإلى ركلة مرمى. سجاد حسن وكرة إلى حارس الفرصة تضيع على نادي غازي الشمال. كرة عادت إلى شيفان جميل، تمر محمد غالب، شيفان دفع بعلي ميركا الى جانب جوزيف إيسو، وخلف مكان علي ميركا اللاعب باقر عبد، مواجهه بين شقيقين. كرة الى محمد علي عبود، مرت الى شيفان جميل، محمد علي عبود، كرة مرت الى اليو ادم قصيرة تنقطع، مرت الى محمد من جديد. كل فريق نادي زاخو في ملعب نادي غازي الشمال ضغط عالي واضح، لكن كرة الى مصطفى محمد يلعبها عرضية خطيرة، خطرة الله، برافو يا علي كاظم، رأسية ضعيفة من امجد ويتمكن منها علي كاظم قطفان، ينقذ مرمى غازي الشمال من كرة خطيرة. ثاني تهديد مباشر في شوط المباراة الثاني لنادي زاخو. شوف الكرة تلعب، امجد لعبها وبرافو علي كاظم انقذ مرمى من كرة خطيرة. ركنية الان لمصلحة زاخو، اورينيو عالية الكرة بالراس، مصطفى سعدون يسجل برأسية رائعة، مصطفى سعدون برأسية رائعة يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء. مصطفى سعدون برأسية رائعة يسجل أول أهداف المباراة. اللاعب يسجل العام الماضي، الموسم الماضي هدف في شباك نوروز، يسجل الآن بالدقيقة 70 أول أهداف المباراة برأسية رائعة، ولا أجمل ولا أروع، ينقذ من خلالها أبناء الخابور بهدف التقدم لمصلحة نادي زاخو عن طريق مصطفى سعدون بالدقيقة 70 من عمر المباراة. شوف رأسية رائعة تمر على يمين الحارس علي كاظم. قد يكون هذا أول الأهداف بالرأس، الأمس 6 على بالقدم اليمين و2 بالقدم اليسار، وهذا أول الأهداف
الرأس. إذا 1 زاخ ولا شيء غازي الشمال. فرحة الجميع وبتسجيل الهدف الأول. 1 لا شيء. كرة جميلة رأسية رائعة. عشاق وأنصار أبناء الخابور، عوائلنا الكريمة في ملاعب المباراة، صغار وكبار يؤازرون فريق نادي زاق. تلعب على أرض أمام جمهورك، سبت عاملي الأرض عليك في أول مباراة أمام فريق ليس معروف، ولكن فريق قادم لأول مرة في دوري الكبار. عليك أن تخرج بالفوز، لكن الآن ممكن نشوف شيء من غازي الشمال، ممكن نشوف شيء من غازي الشمال اللي صمد حتى الدقيقة 70. عشاق والأنصار يؤازرون، يبتهجون، يحتفلون بهدف التقدم، يصفقون ويحتفلون. هي الكرة جوال، سجل المدرجات تكتب. كرة تبعد، خطيرة هذه. أوتارا، تعود الكرة من جديد. عبد المهيمن مرة أخرى، محاولة إلى عبد الرحمن، ممكن يسدد، والكرة تبعد. الكرة من مصطفى سعد، ضاغط فريق غازي الشمال. كرة إلى بيسمار، طويلة، مصطفى، تبعد الكرة من شيفان جميل. كيميروف، تعود الكرة إلى ريباز، طويلة من ريباز، سهلة، يترك الحارس إلى ركلة مرمى. عماد عيسى يترك الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاق. سواليو تارا طبعا طرد مرتين أمام القرمة في الدقيقة 93 وأمام ديالا بالدقيقة 16 في الموسم الماضي. يسجل خطأ في مرماه للأمانة، نادي الأمانة. ركلة مرمى لمصلحة زاق. عماد عيسى، كيميروف، مراقبة لسينا. هذا الموسم قد يكون يسجل الأهداف بالصعوبة لأنه معروف الموسم الماضي هداف، وسيراقب مراقبة لسيطة من كل دفاعات الأندية اللي واجهها زاق. الكرة بالرأس مقطوعة من محمد خالد، تعود الكرة من أوتارا، تذهب الكرة لجوزيف إيسو يسدد من بعيد برا الملعب إلى ركلة. تلعب الكرة طويلة. كيميروف، خطأ لمصلحة نادي غازي الشمال. بيسمارك سانشيز، سريعة يا سجاد حسن، سجاد يحاول يمر من الجهة البعيدة. أوتارا، عرضية بالرأس تبعد من شيفان جميل اللي يقدم مباراة جيدة. جوزيف يحاول، كرة تشتت مرة أخرى عالية بالمنتصف. بيسمارك بالرأس، تذهب الكرة إلى الجانب إلى عبد المهيمن، سريع على جوزيف إيسو. جوزيف يعيد الكرة إلى باقر عطوان، باقر يحاول يعيدها إلى الخلف، عالية من جديد. جوزيف، تعود الكرة وعلي ميركا إلى الخارج. علي ميركا بيساره تمر الكرة إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي زاق. كرة خطيرة تمر إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. شوفها بالإعادة. جوزيف هيأ كرة جميلة إلى علي ميركا بيساره، لعبها على العمود البعيد لكن مرت بمحاذاة القائم إلى ركلة مرمى لمصلحة زاق. حسين طالب راح يدخل، يعقوب ديمبلي أيضا يدخل بدلا من عبد الرحمن محمد، وحسين طالب أيضا بدلا من أوتارا. إذن خروج أوتارا وعبد الرحمن، تبديل الرابع، وحسين طالب يدخل. اللاعب القادم من الأمانة، لعب لنفط ميسان، لعب لكربلاء،
ويعقوب ديمبلي القادم من نادي أجولان. كرة خطيرة إلى رينو يلعبها مرت بعد. جمهور زاخو. ريباز. كرة عادت. يعقوب يلعبها محاولة لحسين طالب. حسين طالب يحاول. حسين طالب يحاول. حسين وإلى ركنية لمصلحة نادي غازي الشمال. طبعا حسين طالب لعب الموسم الماضي لكربلاء ونفط ميسان والأمان. لعب للأمانة ولعب لنفط ميسان 6 مباريات مع نفط ميسان أساسي و2 بديل، ولعب مع الأمانة 13 مباراة بديل، سجل 5 أهداف. ركنية الآن، ركنية لمصلحة غازي الشمال. عادت الكرة. باقر عالية الكرة ملعوبة. كرة خلفية لعب خطير. ركلة حرة لمصلحة زاخو. بالسلامة. بالسلامة لمحمد غالب. هدف واحد لزاخو سجله اللاعب مصطفى سعدون بالدقيقة 7. هذا هو اللاعب سجاد حسن اللي دخل بديل، بطاقة صفراء المن يبدو لسجاد حسن. تغيير آخر. بطاقة صفراء للريباز. أمجد يترك الملعب. ويدخل مدافع، يدخل مدافع اللي هو إبراهيم كونتي. إبراهيم كونتي اللاعب من غينيا، لاعب الميناء، لاعب الميناء السابق، يدخل كبديل في تشكيلة فريق نادي زاخو. وخروج أمجد عطوة. كرة عادل. حسين حاول. عرضية ملعوبة خطيرة تبعد من محمد غالب. من جديد كرة تنقطع عالية. مصطفى سجاد حسن. هارون. حسين طالب أو سجاد. محمد غالب يشتت الكرة. 11 دقيقة تفصلنا على نهاية المباراة بأكملها. 1 زاخو لا شيء غازي الشمال. شفنا حفل افتتاح رائع يوم أمس في مباراة نوروز والقوة الجوية، وشفنا أهداف جميلة في مباراة شهدت 6 أهداف، بينما مباراة الكرخ والنفط انتهت بفوز النفط بهدفين، وأول تعادل سلبي في دورينا بين نفط ميسان والجولان اللي أضاع ركلة جزاء. هذا الانذار لريباز. كرة وسط الملعب ملعوبة طويلة ترتدي إلى جوزيف إيسو. الله! جول 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 جول! كرة جميلة ولا أروع ولا أجمل من اللاعب جوزيف إيسو الغاني، يحرز من خلاله هدف التعادل ويدخل التاريخ ليسجل أول هدف في تاريخ غازي الشمال في دوري الكبار. 1-1 بالدقيقة 80 يسجل جوزيف إيسو هدف التعادل لمصلحة غازي الشمال. 1-1 الآن، 1-1 هدف جميل ولا أروع ولا أجمل. شوفوا العشاق والأنصار اللي
قدموا من كركوك. شوف الكرة اللي تهيأت وعادت على طبق من ذهب أمام قوس الجزاء بيمينه، تمر على يسار الحارس عماد عيسى ليسجل من خلال هدف التعادل وأول أهداف غازي الشمال في دوري نجوم العراق. 1-1. تقدم زاخو بالدقيقة 70 عن طريق اللاعب مصطفى سعدون، ويعادل جوزيف إيسو بالدقيقة 80 من عمر اللقاء. 10 دقائق تفصلنا من سيهزم من في هذه المباراة. الفرحة المدرب والعشاق والأنصار بهدف التعادل الرائع والجميل، الرائع والجميل. ويبدو شوف حكم اللقاء، هل هناك خطأ؟ استدعاء من غرفة الفيديو أحمد عسكر بمساعدة محمد كامل صغير لتأكيد صحة الهدف. خلينا نشوف يبدو هناك خطأ وتم استدعاء الحكم على أثره. خلينا نشوف ويا ريت خلينا نشوف شوف الحالة. على كل حال نشوف قرار الحكم. هذه الكرة اللي تحولت وعادت، وهنا ماكو شيء، ربما لمسة يد قبل أن تنتقل الكرة لجوزيف إيسو. على ضوءها ممكن يعود الحكم ليشوف الحالة ويقرر قراره، أما صحة الهدف أو إلغاء. والله هدف جميل، هدف جميل رائع قد لا يتكرر. ربما هنا الحالة لمسة يد ومن عندها بنت الهجمة عن طريق ريباس. إذن القرار في ملعب حكم اللقاء السيد محمد طارق أحمد. هدف جميل واستدعاء من غرفة الفار لأحمد عسكر ومحمد كامل صغير وإلغاء. إذن ركلة حرة والهدف ملغي، ركلة حرة والهدف ملغي. صحيح يعني هسه احنا يعني نكون واقعيين، هي الإعادة بها إفادة، وبالإعادة كان أكو لمسة يد وبالتالي الهدف ملغي. صح إنه هدف جميل، لكن غرفة الفيديو طلبت من الحكم الرجوع إنه الحالة اللي انبنت منها الهجمة سبقتها لمسة يد، كان المفروض تبنى ركلة حرة لفريق زاخو قبل أن تبنى الهجمة ويسجل منها الهدف. إذا فرحة العشاق والأنصار بإلغاء الهدف، تبقى النتيجة 1 زاخو لا شيء غازي الشمال. هذه لمسة اليد والحكم يعود بعد أن يتأكد منها ويشير إلى وجود ركلة حرة لمصلحة زاخو. كرة اللعب علي كاظم، عالية من جديد، مصطفى محمد معا إلى رمية جانبية لمصلحة زاخو. إذن أحمد عبد الرزاق لاعب الجولان أيضا راح يدخل، واحد من لاعبين الشباب البارزين. ويبدو هنا حكمنا الرابع توانا عثمان، هل سيكون طرد على أحد الإداريين؟ يحاول يوضح للحكم، وبطاقة حمراء لأحد الإداريين، إن كان لاعب أو إداري أو مساعد مدرب. نشوف. على كل حال إذن أحمد عبد الرزاق راح يدخل، لاعب الجولان، لعب للكرخ ولعب لنوروز والكربلة والجوية والنفط، واحد من لاعبين الشباب المميزين، دائما يلعب خلف المهاجم. كرة مقطوعة الآن، مجتبى علي، ركلة مرمى لمصلحة نادي غازي الشمال. 5 دقائق على الوقت الرسمي للمباراة باستثناء التوقفات اللي حدثت. كرة عادت إلى عبد المهيمن. أول مباراة نعم صعبة على كل الأندية. مرت الكرة، سجاد حسن
تبعد من مصطفى سعدون، رمية جانبية. سجاد وتسديده من بعيد برا الملعب الى ركلتنا. باقر يلعب كرة تمر الى الخارج، ركلة مرمى. ايضا راح يدخل اللاعب رقم 7 في تشكيلة فريق نادي زاخو، شيركو كريم. يخرج ريباز، يدخل ابعد مدافع وزجبي مهاجم احمد عبد الرزاق، وننتظر شيركو كريم بدلا من اورينيو. شيركو كريم 16 مباراة اساسي الموسم الماضي، 4 بديل، 3 بطاقات صفراء، سجل 4 اهداف، سجل هدف وصنع 3 فرص ثمينة. يدخل الان تغيير لفريق نادي زاخو. كرة تلعب طويلة من مجتبى علي، ترتد. نتيجة مع انه خسارة بهدف لكن ايجابية يعني جيدة للفريق في اول مباراة في دوري الكبار. سجاد، بدأ سجاد يعود الى الخلف كلاعب ظهير ايسر بخروج ريبا. مرت الكرة الى هارون، هارون حلوة ملعوبة خطيرة، تيميروف، برافو 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 بيسمارك، برافو بيسمارك سانشيز الاكوادوري. انقذ مرمى غاز الشمال من كرة خطيرة، انقذ مرمى غاز الشمال من كرة خطيرة. لورا قد يبدو غير راضي عن اداء فريقه هذا اليوم. زجبي لاعب مهاجم، شيركو. ركنية الآن لمصلحة نادي زاخو. محمد علي عبود على التنفيذ، محمد علي عبود على التنفيذ. يتركها لمصطفى سعدون، طويلة دربكة برا الملعب، طالت إلى ركلتنا. علي كاظم، مجتبى علي، طاولة الكرة، علي ميرك، هارون، مصطفى سعدون من الجهة البعيدة بينه وبين سجاد حسن. سجاد أبعد الكرة إلى رمية جانبية. راح ندخل الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للمباراة، قد نشاهد 5 دقائق لا أكثر، وفعلا 4 أو 5 يشير الحكم. هذه الحالة اللي لغى من خلالها الهدف لمسة يد، واللي ألغى من خلالها هدف التعادل لفريق غازي الشمال. برا الملعب بن جوزيف، او هذا اللاعب يعقوب ديمبلي اللي امامنا بالصورة. اخر اللحظات من الوقت الرسمي، قد نشاهد 5 دقائق لا اكثر. يعقوب ديمبلي الى خارج ملعب مرة اخرى الى رمية جانبية لمصلحة زاخو. هذا لاعب الجولان السابق يعقوب ديمبلي. كرة مرت اللي آدم، محمد علي عبود، شيركو، ديمبلي، اللي آدم، محمد علي عبود، تيميروف، وكرة أبعدت من جديد. إبراهيم كونتي، وكرة طالت إلى حارس المرمى عماد عيسى، زجبي مدافع خامس حتى يحافظ على النتيجة. 6 دقائق قضاء في الحكم، 6 دقائق قضاء في الحكم الدولي محمد طارق أحمد، والنتيجة على حالها زاخو 1 لا شيء غازي الشمال برأسية اللاعب مصطفى سعدون بالدقيقة 7. تيميروف
أبعدت الكرة من بيسمارك إلى رمية جانبية لزاخو. رمية جانبية لمصلحة زاخو. مصطفى سعدو، هارون، مصطفى، عرضية تبعد الكرة إلى ركنية لمصلحة زاخو. دخلنا الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. صاحب الهدف الوحيد بالرأسية الجميلة مصطفى سعدون. هدف رائع جميل لغازي الشمال، ألغي بداعي لمسة اليد قبل بناء الهجمة. ركنية الآن. عالية ملعوبة، تبعد الكرة. حسين طالب، عادت من مصطفى، شتتها المدافع شبان جميل إلى رمية جانبية لمصلحة غازي الشمال. مصطفى محمد معنا أمامنا بالصورة. كرة عادت. علي ميركا، حلوة ملعوبة إلى شيركو من تيميروف. وتيميروف يحاول، كرة خطيرة، تعود إلى علي ميركا. ديمبلي، يعقوب ديمبلي، وخطأ وركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. كرة يجب أن تكون ثابتة. ركلة حرة لمصلحة غازي الشمال. عبد المهيمن، عبد الله، عادت الكرة. مجتبى علي، كونتي أبعدها. مصطفى سعدون يستقبل الكرة، يلعبها إلى محمد علي عبود، وكرة أبعدت من بيسمارك اللي قدم مباراة جيدة هذا اليوم. عادت إلى بيسمارك. باقر عطوان، سريعة من باقر المن بدون تعيين إلى حارس المرمى عماد عيسى. الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضايع، وزاخو يحافظ على تقدمه بالهدف الوحيد. 3 نقاط بغض النظر عن الأهداف، أفضل في بداية المشوار. كرة عالية، اليو آدم، مجتبى علي، محمد غالب، جوزيف، حسين طالب، وترتطم بحسين طالب. تعود الكرة إلى الجانب. عادت إلى يعقوب ديمبلي، حاول يمر. ديمبلي حاول، يا سلام، مر من 2 وطالت عليه الكرة إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي غازي الشمال. يعقوب ديمبلي اللاعب المالي، هذا هو الهدف الوحيد برأسية مصطفى سعد. ارتقاء رائع وجميل على يمين الحارس علي كاظم. دقيقتان تفصلنا على النهاية للوقت المحتسب بدل ضايع. هدف التقدم الأول لزاخو بالدقيقة 7. ركلة حرة الآن لمصلحة نادي غازي الشمال على التنفيذ علي ميركا. تبعد بالراس من محمد غالب. كرة مقطوعة. تيميروف وإلى خارج الملعب. مصطفى يلعبها إلى رمي جانبي. من العشاق والأنصار صغار كبار يؤازرون يبتهجون يحتفلون ويتابعون.
آخر نصف دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع، ننتظر صافرة الحكم الدولي محمد طارق أحمد تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة. كرة تبعد من سجاد حسن، تعود وسط الملعب، الكرة تعود إلى علي ميركا، تذهب الكرة إلى يعقوب ديمبلي، يعقوب يحاول، يعقوب آخر الفرص تلعب المن، تبعد من محمد غالب برا الملعب رمي جانبي. صرنا ننتظر 6 دقائق الآن في طريقها للخلاص، ومعها ننتظر صافرة الحكم الدولي محمد طارق أحمد. عبد المهيمن، عبد المهيمن تلعب الكرة، تبعد من مصطفى محمد معد، رأسية من جديد من عبد المهيمن بالرأس من شيفات، دربكة خطيرة ومحاولة إلى علي ميركا، يحاول تبعد الكرة وتشتت من مصطفى سعدون، واعتقد معها تنتهي احداث هذه المباراة بفوز زاكو على غاز الشمال الوافد الجديد اللي قدم مباراة جيدة هذا اليوم، والغى الى حكم اللقاء هدف التعادل.